مرحبا، أنا إسلام وتقبل الله الطاعات، يا رب اقبلنا بشهرنا العظيم. بحس لازم نتسحر، وكمان السحور عبادة، فالله وملائكته يصلون على المتسحرين، مع إنه ما ممكن أحب أكل بهذا الوقت، لذلك عملت سحور خفيف. رحت دوامي ورجعت وفتحت الخزن في المطبخ، شوفوا هالشوفة، فقررت أرتبهم بعلب عشان أخلص من هالعجقة. شوفوا كنت جايبة هدول العلب من أون مارت بأسعار كتير كويسة. هون بلشت أرتبهم. شوفوا كيف صارت الخزاين مرتبة ومتكتكة، وكل شي قدامي وبعلب شفافة عشان أعرفهم. ضل بس أنزل أجيب للأشياء اللي بقيت بدها علب جديدة من أون مارت فرع المشاف بالوكرة. بتلاقوا كل إشي عندهم من ريال ل20 ريال بس. وعلى الفطور طلبت فطور قطري، الهريسة القطرية والمكبوس والسمبوسة، وبعتولي معها شوربة والقيمات. وكنت من قبل طالبة أعمل قطايف، والحشوات كانت مكسرات وقشطة وجبنة. حطوهم بالاير فراير وحطوا عليهم سمن، لا تحطوا زبدة أو زيت على القطايف أبدا، بس سمنة لأنه بتعطيه طعم ولون. وللقطر كاسة سكر بكاسة وربع مي بحط، والكمية اللي بتزيد بحطها بالفريزر. طلعوا بيجننوا ما شاء الله، بس أنا ما بعرف ليش بعمل أكل كتير وبالآخر باكل منه بس شوي وبيتوزع، بس الحمد لله رب العالمين. وأكيد بعد الإفطار جولة تنظيفية سريعة وتعقيم للبيت، وبعدين رحت صلاة التراويح، وبس رجعت عملت قهوتي وكملت شغلي على اللابتوب. نصيحة: حطوا القهوة تبعتكم بباب الثلاجة بالفريزر، بتضل فريش طول الوقت. والله يتقبل الطاعات منكم جميعا، وإن هذا لرزقنا ما له من نفاذ.